عملها تاو، سجل هدفين، هو كان نجم المباراة. ألف 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 مليون مبروك للنادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي. أعزائي المشاهدين متابعين الكرام أبو إدريس، أهلا وسهلا بكم في كل مكان. شاشة تعمل متابعة للقناة عشان يوصلك كل جديد. النادي الأهلي تقدم على الترجي امبارح فرادس 3-0 في الشوط الأول. الشوط الثاني إن شاء الله في القاهرة يوم الجمعة، المباراة ذهاب وغياب 3-0. يعني أنت كده 100% تلعب على النهائي إن شاء الله. إن شاء الله أتمنى النهائي يكون بين الأهلي والوداد، لأنها صعبة. أكيد صن داونز مش هيفرط في النهائي، لازم هيصعد صن داونز. يعني صن داونز على الورق أقوى، لكن الوداد بيعرف يلعب صن داونز كويس. النادي الأهلي امبارح أدار المباراة بحكمة وبخطة. يعني الفريق كله بيدافع والفريق كله بيهاجم، فريق متوازي. تشكيلة النادي الأهلي أمس: حراسة المرمى الشناوي، خط الدفاع محمد هاني، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، علي معلول. خط الوسط أليو ديانج، مروان عطية، حمدي فتحي. قدام محمد هاني بيرسي تاو، وقدام علي معلول حسين الشحات. كان في الهجوم كهربا. بيرسي تاو هو نجم المباراة، أحرز هدفين جمال جدا، والهدف الثاني روعة. والهدف الثالث أحرزه كهربا من تمريرة حلوة من حسين الشحات، والأساس فيه أليو ديانج، هو اللي قطع الكرة وعمل هجمة مرتدة غامر فيه. ده الترجي اللي كان بيطلع كل سنة، بيطلع الزمالك حصالي. الأهلي هزم فرادس 3-0، وجاي خالد الغندور بيقول لك هو بيلعب من بلد جمهور. ثم احنا الكرة المصرية دلوقتي لها 10 سنين في مصر من بلد جمهور. والنادي الأهلي برضك خد بطولة أفريقيا مرتين على التوالي، والمرة الثالثة طلع فيها بفعل فاعل، فعل الاتحاد وليد العطار اللي هو خبى الجواب. وليش ما خبى الجواب؟ كان الأهلي خد الثالثة على التوالي. فالنادي الأهلي هو زعيم القارة الأفريقية، مفيش أي منافس هيخش يقصد النادي الأهلي خسران. والخسارة اللي احنا أخدناها من صن داونز دي كانت الأهلي كان راجع من المغرب من بطولة كأس العالم اللي هو كان مشارك فيه، وكان بيلعب باسم أفريقي، ورجع الاتحاد المصري لعب كل 48 ساعة مباراة. مع ان في الوقت الحالي الزمالك قبل ماتش بروكسل قعد شهر مريح ما لعبش، وبعد ماتش بروكسل هيلعب بعد 10 ايام. يعني بين المباراة بتاعت بروكسل اللي هو وليد عبد الرازق هو اللي خلاه صعد الزمالك، لوش وليد عبد الرازق كان الزمالك طلع من كاس مصر. 10 ايام مريح عشان يقابل اسوان. يعني شوف بين المباراة والتاني، يعني بين ماتش بروكسل واسوان 10 ايام، ومن الماتش الاخير للزمالك اللي هو قبل بروكسل ريح 20 يوم. فهنا الاتحاد هو اللي عامل الفجوة في مصر، لان مش ماشي النظام البطولي. يعني هو بيضغط النادي الاهلي. النادي الاهلي يديله الراحة واتفرج على النادي الاهلي، وان شاء الله البطولة بتاعت النادي الاهلي. والف الف الف مليون مبروك لجمهور النادي الاهلي، والقادم احلى واجمل ان شاء الله. تعمل متابعة للقناة وفوليو حتى توصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.